السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا يا بنات، عاملين عيش قيصر بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة خالص وتوفير التوفير. رحنا نشتري لقينا الرغيف صغير خالص، وقال لنا احنا عندنا الرغيف ب2 جنيه. انا جبت كيلو دقيق وعملت منه 26 قطعة عيش قيصر من اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، الحجم الحلو ده كده. الواحدة تيجي 2 من اللي كنا بنشتريهم، طلعوا بالجمال ده اللي انتوا شايفينه. بص يا بنات، سهل جدا جدا ومش مكلف وبسيط خالص وما بياخدش سوا خالص، يعني بسرعة كده بيتعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. يعني من كيلو دقيق عملنا 26 قطعة من كيلو دقيق، وما ضفنالوش اي حاجة غير كل حاجة من البيت والله العظيم. بص يا بنات السوا بتاعه، بصوا هش قطن كده جميل ما شاء الله، والرغيف كده حلو خالص ما شاء الله عليه. لو عجبكم العيش القيصر ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وهقول لكم عملناه ازاي وطلع جميل كده ازاي يا بنات. سهل جدا جدا ما شاء الله يعني عليه. بصوا الطعم حكاية والله العظيم، وبص السوا بتاعه زي ما انتوا كده شايفين، وقال لكم تسويه ازاي ويطلع بالشكل ده ازاي. جميل جدا جدا، ولا يبقى محكي ني من جوه ومستوي من بره، لا يبقى مستوي من بره ومن جوه زي ما انتوا كده شايفه. بصوا يا بنات، انا هحطهم في الصينيه 26 قطعه من كيلو دقيق، والرغيف زي ما انتوا 26 رغيف زي ما انتوا كده شايفين، والعيش كده زي ما انتوا كده شايفين كبير ما شاء الله عليه كده. بصوا يا بنات، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جميل ازاي، بصوا هش وحلو ازاي يا بنات، حاجه كده زي العسل، ما بياخدش وقت خالص والله العظيم. وبالذات كمان الجو حر ده بتعجنيه ما بياخدش ربع ساعه. لو الكيس الخميره اللي انت جايبه من السوبر ماركت ده حلو، ما بياخدش حاجه، بيستوي بسرعه. اللهم بارك، جميل جميل ما شاء الله، تحفه زي ما انتوا كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بصوا يا بنات تحفه ما شاء الله عليه. بصوا العيش القيصر، بصوا يا بنات شايفين، بصوا الرغيف عامل ازاي، حاجه زي العسل. اللهم بارك، زي ما انتوا كده شايفين تحفه ما شاء الله اهو، شايفين حاجه ما شاء الله عليه، تحفه. اللهم بارك. بصوا يلا هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهقول لكم المكونات بتاعته، واقول لكم عيناه يعني كان السمك العينه ازاي يعني، وطلع معايا هش وقطن كده ازاي. بس لو عجبكم ما تنسونيش بلايك واشتراك. بصوا يا بنات، ادا كيلو دقيق، انا نخلت كيلو الدقيق ده كده زي ما انتم كده شايفين في الطبق ده او البوله دي اهو، كيلو من الدقيق والله زي ما جايباه من عند العطار بالظبط. حطيت عليه معلقه حلوه من البيكنج باودر، لان الكيس ده كنت فاتحاه واخده منه، فبقت الحبه دي فحطيتها. وحطيت كده رشه ملح. اول حاجه كده ده المواد الجافه، عندنا المواد السايله دي كده، دي نص كوبايه من اللبن. حطيت عليها كمان نص كوبايه من الميه دافيه، لان اللبن ده كان عندي ساقع في التلاجة، فجبت ميه دافيه كده سخنه حطيت عليه فدفى اللبن. هنزل عليه بكيس خميره زي ما انت كده هتشوفوا. كيس الخميره ده اللي بنشتريه من السوبر ماركت اللي هو ب5 جنيه. لو عندك خميره اللي هي اللي هي القطعه دي اللي بنجيبها من الفرن ماشي، عندك الخميره دي ماشي. انا هحط الكيس ده كله هو بس فقط لا غير، ده كيس خميره، واحط كده معلقتين سكر حلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المعلقه دي كده صغيره عشان كده بحط بيها، هما بمعلقتين الاكل كده معلقتين سكر حلوين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيدي تسكيره للعيش، وفي نفس الوقت يديها لون حلو كده وانت بتخبزيه. انا دوبت الخميره، عارفه الخميره ان الخميره كده كويسه، فدوبت الخميره وهنزل بها على طول على العجين. انا بجس اللبن والميه كده بشوفه سخن ولا حلو، لقيته حلو كده فاتر عشان الجو حر. وهحط كمان معلقه من الخل يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. هنقلب كده المواد الجافه دي كلها كده، وبعد كده هننزل كده بالخميره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلقه الخل كده. البنت جابت لي الزيت بس انا ما حطيتش زيت وانا بعجن، انا حطيت زيت هتشوفوا في الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. انا هقلب كده بالمعلقه
لحد ايه ما يتلم كده الدقيق كده شويه، وبعد كده هنكمل بايدنا طبعا عشان نعرف الملبس ونعرف سمك العجينه. بنزل كده بالميه حبه حبه كده يا بنات عشان العجينه ما تطرش مني، وبقلب كده بالمعلقه. انا كده خلاص هحوش المعلقه وهعجن بايدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا بنات، الدقيق ده اللي انا جايباه من عند العطار، يعني مش دقيق مخصص للقرص ولا مخصص لاي حاجه. بصوا دي 50 جرام من الزبده بس، لا فقط والله ما حطيت غيرها. 50 جرام من الزبده، لا اكتر ولا اقل، بدرجه حراره المطبخ. زي ما انتوا كده شايفين العجينه هتقطع مني بس هتتلم تاني وتبقى زي الملبن كده. عايزه العجينه بتاعتك تبقى طريه وهشه كده وحلوه من غير ما تتعبي ولا تعجني، تعجنيها كده لمده تعجنيها عجنه كده وتسيبها لمده 5 دقائق، وبعد كده انا حتى شاورت لكم كده بايدي، وبعد كده تسيبيها وترجعي تعجني فيها تاني. بصي تبقى ملبن كده زي ما انتوا كده شايفاها، بتنط كده زي الاستك كده وجميله وطريه زي الملبن. الدقيق والله انا جايباه من عند العطار، دقيق عادي جدا يعني، ولا ماركه ولا اي حاجه، دقيق جايباه من عند العطار. قلت له انا عايزه كيلو دقيق، اداني كيلو دقيق. بصوا هحط كمان نقطه زيت كده في الطبق كده، واتن بقى الطبقه واحط على العجينه واحط عليها الكيس وهغطيها واسيبها تخمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بس كده يا بنات، هنتن وشها كمان زيت عشان ايه ما تنشفش مننا زي ما انتوا كده شايفين. كده غلفناها بالزيت كده وبالشنطه، نفس الشنطه اللي فيها الدقيق كده لانها نظيفه. حطيناها عليها كده وهنغطيها بصينيه تاني من فوق وهنسيبها تختمر. ما تاخدش ربع ساعه كده، الجو حر والخميره حلوه والميه فاتره كده وحلوه، وهتخمر بسرعه، هتطلع العجينه بسرعه زي ما انتوا كده شايفين. بصوا يا بنات العجينه طلعت بسرعه زي ما انتوا كده شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص يا بنات انا هعملها ايه، بصوا زي الليمونه الكبيره، زي ايه زي الليمونه الكبيره عشان تبقى طالعه حلوه. بصوا الحجم ده جميل ما شاء الله، بيطلع كده رغيف واسع وحلو، اكبر من اللي بتجيبيه كمان من الفرن، اكبر كمان واكبر. ليه؟ لانه هيختمر وهيفنش. دي كده هتفنش تاني بتبقى كبيره جدا ما شاء الله، رغم حجم الرغيف كان حلو. طبعا دهنين الصينيه دي دهنه من الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات العجينه شايفين ملبن يا بنات. بصوا النعومه، نعومه الدنيا كلها فيها. بصوا عسل. بصوا انا هكورها كده وهتطلع كده فيها اللبابه بتاعت القيزر كده، جميل جدا جدا. بس كده وهرص كده زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله، زي ما انتوا كده شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بارك. تحفه يا بنات، تحفه العجينه، تحفه والله، تتمنى انك انت تقعدي تشتغلي فيها. شايفين ما شاء الله. بصوا يا بنات اما بتختمر بقى حجمها بيتضاعف. اللهم بارك. بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين بقطعها كده ومسويه من تحت كده واجي حاطه في الصينيه زي ما انتوا كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم بارك. تحفه يا بنات، تحفه التحفه كمان. شايفين ما شاء الله ما شاء الله يعني. اللهم بارك. نقطع كمان معاكم واحده، والحته دي كده الجنيه دي صغيره هنضيف لها الحته دي كده وهنقطعهم كده. قطعناهم بالشكل ده يا بنات، فتحنا كيس تلاجة كده وحطيناه عليهم. بصوا اتضاعف حجمهم ازاي، ولسه كمان هيتضاعف تاني في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات انا نسيت وعجنت باللبن كله، فدورت لقيت معلقه لبن واحده بس، ضفت عليها معلقتين ميه وحطيت لهم معلقه سكر ودوبتهم وبدهن بيهم الوش كده زي ما انتوا اديكوا كده شايفين. يعني هي معلقه لبن على معلقتين ميه على معلقه سكر دوبتهم وبدهن بيهم الوش. لازم نتصرف كده يا بنات، ما نقعدش كده مكتفين خلاص ما عندناش يبقى ما نعملش، لا بس كده. وبرش على وشهم سمسم. عندك سمسم عايزه ترشي كنبه، ما عندكيش خلاص.
بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بصور بايدي يا بنات وبعمل بايد زي ما انتوا كده شايفين. اهدى ورشانه كده السمسم عليهم زي ما انتوا كده شايفين، وادي التانية كده. اللهم بارك. بصوا حجمهم الضعف ازاي يا بنات، بسم الله ما شاء الله يعني عليهم. بس لو يعني الافضل انك انت تحطيهم في ثواني ما يلزقوش في بعض. يعني كان المفروض بدل ما اتعملوا على 3 ثواني كانت اتعملوا على 4 ثواني عشان ما يلزقوش في بعض. بس اهو الحمد لله يعني برضه طلعوا حلوين. بس انا بقول المعلومه دي عشان ايه ما تغلطيش نفس الغلطه. بصي يا بنات انا عاملاهم بصي لزقوا ببعض، لا لما تعمليهم في صينيه اوسع ما يلزقوش في بعض يكون البرح احسن، ويرفعوا الفوق كمان اكتر من كده تاني. هم رافعين وحلوين وزي العسل زي ما انت كنت شايفه، بس يرفعوا تاني. اللهم بارك. يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسونيش بلايك واشتراك وكومنت كده حلو منك، ودوسي لايك عشان ايه اكبر عدد يستفيد من اللهم صل على النبي. اللهم بارك. ايه مش عارفه فيه شرقانه ولا ايه مش عارفه. عفوا يا بنات كنت شرقانه جدا. بص يا بنات انا فتحته كده وهحشيه برجر كده زي ما انتوا كده شايفين اهو كده. يعني حاجات اقتصاديه وحاجات يعني ماشي حالك كده. بصوا بصل وطماطم وفلفل اخضر، والبرجر انا عاملاه هنا كده في البيت اهو. بصوا شايفين ايوه كده اهو. ما لقيناش خس او كابوتشا مش هنحشي السندوتش وناكل، لا طبعا. بصوا ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين بحشي وبدي الاولاد. بصوا اللهم بارك اهو. هنحشي كده 2 3 كده وندي الاولاد زي ما انتوا كده شايفين. اللهم بارك. احنا ركننا ده كده وهنحشي كمان تاني واحد تاني كده. اللهم بارك زي ما انتوا كده شايفين اهو. حلقات من البصل، حلقات من الفلفل، حلقات من الطماطم، ونحشي كده السندوتش. اللهم بارك ما شاء الله. بس لو عندك برضو كاتشب، عندك خس، عندك كابوتشا، ما يضرش، كله حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.